رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدي الشارقة الرياضية عبر الوطن العربي الكبير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا، نلتقي وإياكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد هنا من الشارقة وفي استاد الشارقة، حيث الدقائق الأولى هي في فرصة لقراءة الكرة في الوسط، والحكم لم يعني ننشأ مرتد خاطئ فائدة المنتخب المغربي، لكن سرعان ما كيرجعوا العناصر ديال المنتخب الجورجي. الحكم اضطر انه يوقف اللقاء لان احد مبكرا هنا كما يقول الحكم هناك وإلى بغتيه منذ الانطلاق، وهذا الشيء اللي بغينا. هدف فعلا انصاري، اكيد هذا الهدف غيعطي ثقه اكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفتره فراغ جعلته يشك في امكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب ان نعطيه الدعم. التركي يحيى جبران مع ديال اللعابه كانوا دايرين به مراقبين، يعني مراقبه كالظل، لانهم لودغوا مبكرا بغيتوا بهذا الهدف وما يقضي الدوري. الحمد لله مرت بردا وسلاما حتى الى غيطلعوا اللعابه لخلق كتلي، ولكن مرتد خاطف عدديه. محاوله المرور، ضغط متواصل على المنتخب المغربي. وفال جميله يا سلام، ما كاينش خطا، ولكن الفكره كانت وقتها جميله. كانت محاولة مرتد خاطف حذاري، محاولة المرور. ماذا يقول الحكم؟ مواصلة اللعب. أنا أتمنى أن اللعابة ديال الدفاع يحتاطوا أولا. العالي المغربي تمويه جميل، يعني عندهم هذه أشرف حكيمي نفذات، لكن مشات قريبة، وضربة تماس للمنتخب الجورجي. كتذكروا الارتقاء اللي تجاوز 2 ديال الامتار قبل 4 سنوات ديال النصيري. يجب ان نؤمن ان احد اللاعبين اللي كان يثيق فيه الحارس بونو غادر صوب البارسا، والمباراة تتوقف مرة أخرى لأن اللاعب رقم 19 جورجيت تشايفيلي سقط الأرض، وهي مناسبة نذكروا بمسارنا في المونديال. الانطلاقة كانت في سنة 1900. افتكت الكرة، الحكم غير هنا نتحفظ على ترك المساحة الفارغة في الخلف، لأنها كبيرة بمنتخباتها التقليدية، لكن لازم عمل أكثر في العمق. ضربة خطأ لفائدة المنتخب المغربي. قلت ضروري الاحتياط لأن شفنا بالأمس تمريرة خاطئة جميلة جدا، لأن الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر على المرمى ديالو، وقال هذه هي الوجبة من أجل مضاعفة الغلة. شوف التفاعل ديال الجمهور المنتخب المغربي، جميلة اللقطة بكل صراحة. حكيم زياش الذكي كيبقى ذكي طبعا. هدف يعطي الحكيم الثقة التي افتقدها لأشهر كثيرة. يبحث عن ذاته، يبحث عن ملاذ، يبحث عن الخلاص، ربما يجده في الكالسيو الإيطالي إن صحت التسريبة. شوف معايا اللقطة. الحمد لله مثل هذه المدن الصغيرة هي أي أخرى تعطي بعض النجوم، ماشي سهل أنك ترتقي الدرجات. شوف اللقطة، إعادة تمريرة بدون عنوان بدون اتجاه، مشات الاقتراب ومرور داخل منطقة الجزاء. باقي الخطر محدق الحارس، لو نعم النباهة ديال الحارس اللي في الاحتياط راه 35 سنة ونص، يعني متقدم في السن. ما كانش إشكال لأن كنتذكروا ديناصوف فاز بكأس العالم.